السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صينية المزاج يا جماعة، صينية المزاج. واحد ياكلها من هنا ويخمر من هنا بصراحة. كبدة بقى مع حتة فشة كده وهنديها التمام بقى. مش عايزة اقول لكم على الجمال. نسمي بالله كده ونبدأ. اول حاجة هنسلق الفشة. تسلقوا الفشة يا نونا؟ اسلقيها، اغسليها كويس واسلقيها زي اللحمة عادي اهو. فص المستكة وحبهان ولا قراورة وحبهان مطحون وفلفل اسود وبصلايه، وقايميها على النار تستوي عاديه زي كانك بتسلقي لحمه اهو. وهنمسكها بقى نقطعها قطع كده. بصوا نقطعها قطع رفيعه كده اهو. ده الطحال برضو سلقته معاها، ودي حته قلب كده ورحت سلقاها رخرة اهو. بصوا سخن النار. دي كده الفشه. ولو عندك كبده لوحدها ماشي، احنا عندنا بقى كنا جايبين الحاجات دي يعني ايه، شارينها قبل العيد يعني. ودي حته الذره اهي. وروح ايه الكبده بقى هتشيلي الجراب ده ضروري. انا بقى كده خليت الجزار اداني حته الكبده الصغيره دي. بصوا ايه هنشيل الجراب ده عشان اهو. بصوا سهل خالص اهو. الجراب القريرية ده بيخلي حته الكبده كده تلوي. هو ما بيعملش حاجه بس بيخليها، دي اللي بيخلي الكبده تشد. فشيلي الجراب ده احسن اهو. بصوا سهل خالص، بيتشال في منتهى السهوله. ونروح نقطعها بقى ايه، نقطعها حتت رفيعه قوي كده. عماله اجيبها من اولها لاخرها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طالما بتيجي معاكي على طول وش يعني، مش اهي. وبعدين حته الكبده عندنا كل حاجه كيلو، فمش مش كتير يعني، مش فص كبير فتتحكمي فيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. ونقطعها حتت ايه، شرايح صغيره كده ورفيعه. بصوا شرايح رفيعه وصغيره اهي. التقطيع بقى اللي انت بتحبيها تعمليها عصافير براحتك، تعمليها شرايح كده صغيره اللي انت عايزاه اهو. بصوا ودي حته ليا كده صغيره ضاني، رحت مقطعه حتت صغيره. فلفل بقى كده احمر، اللي هو الفلفل الاخضر العادي، بس انا اللي نقيته من عند الخضري كده في حته الحمرا دي. انا هنا بقى الحته دي ما اتصورتش، عصرت ليمونتين على الكبده وركنتها على جنبي يعني. انا كده عصره ليمونتين كده. كان النور قاطع وشغاله على كشاف النور والله. مشغله كشاف، حته زيت، حبه زيت، وهنحط حته الليه اهي. انا لقيت التانية حته صغيره ورحت مكتراها شويه. بصوا اهي. هنسيبها بس لما تسلي كده، تنزل السيله بتاع الليه بتاعها كده بقى. انت ايه كده النار عاليه، هنوطي بقى يعني. بص لما نلاقيها خشويه كده النار، الحاجات اللي احنا قطعناها المستويه هديها تشويحه تاخد لون، واروح ركناها على جنب. انا قصدها خليها كده عشان تاخد لون وطعم الفشه يروح. اما تاخد تحميره شويه الفشه والذره الحاجات دي طعمها يروح. اللي ما بيحبش الفشه مش هياخد باله. حط ملح وفلفل اسود بس، مش اكتر من كده، عشان ما تضيعيش طعم الحاجه اهو. كويس كده. بنفسح بقى كده عشان الكبده. بصي السيله بتاعها، ونروح نازلين بقى بالكبده. كبده هتاخد لون بس. الكبده يا جماعه ما بتسلق، يعني ما بتاخدش وقت، يا دوبك تاخد لون بس، لونها يغير. وده اللي حطيت عليها الفلفل، لونها يغير بس يا جماعه، مش اكتر.
اه بصوا لونها غير، هروح مقلبه كله على بعض، ما تاخدش دقيقتين اللون يغير بس. دي كده بقى ايه، وحته توم بقى حلوه كده، وحطيها في النص كده بس تتشوح تشويحه بسيطه، وقلبيها في قلبهم بقى. يا سيدي على الجمال، والله فعلا كانت تحفه. اهو دي ليمونتين كده حلوين اهو، عصرنا عليها الليمونه الحلوه وشكرا على كده. كانت في منتهى الجمال، تحفه. هي بص دي صينيه المزاج بقى. طبعا انت عايزه سبايسي اعمليها سبايسي، بس انا ما بعملش سبايسي عشان الاحفاد، وعندي بنتي برضو ما بتحبش الاسبوع. بصوا ده العيش اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، فاكرينه؟ يعني انا كنت عاملاه تقريبا قبلها بيوم بالظبط، وسلطه الطحينه حلوه، وانزلي بقى على السندوتش. بصي العيش عامل ازاي، شفتي جمال العيش اللي احنا كنا عاملينه مع بعض امبارح اهو. بصي، وهروح نازله بالطحينه كده، كان تحفه. احنا دلوقتي كنا اتنين بس اللي هناكل، كل واحد خد سندوتشين، واللي يجي بقى هنسخنه. يعني طبعا فاهمين ما حدش بناكل، ما بياكلوش مره واحده ويريحوا الواحد، اللي داخل خارج ياكل ما شاء الله ربنا يخلي. اهو بصوا الجمال. اهو بسم الله. اوه، وقع من ايدي ازاي مش عارفه، كنت جوعت بصراحه كنت انا كده جوعت عايزه اكل. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. العيش بصوا ده احنا عاملينه مع بعض فظيع. اه، ولا تقولي عندها هنروح نشتري العيش، روحي يا بنت اشتري لنا عيش من عند عمك محمود، ولا من عند عمك فلان، ولا عمك تركان. اهو نص كيلو دقيق، عملنا اتعشينا بالجبنه امبارح بالليل، والنهارده الكبده حاجه اخر جمال. بصوا العيش، انا هقطم جعانه. بصوا قطمه بتاعتي محترمه ما شاء الله. هي تاكل الرغيفين بس يا نونا، ده حلو قوي، ده رضا الحمد لله يعني. اوعي بقى تنسي تحطي لايك، ولو انت مش مشتركه معايا في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من اختراعات ماما نونا. انت ساعه ما تدوسي على زر الجرس على طول انت كده اشتركتي في القناه، فمش هتحتاجي ان انت